اما انا حصل لي موقف الصبح، خدت شومة في نص دماغي. يا نهار اسود. نازل الصبح رايح الشغل، وقلت توكلنا واعتمدنا عليك يا رب. قابلت واحد وقفني، بيقول لي بعد اذنك يا استاذ. قلت له اتفضل، خير في حاجه ولا ايه؟ محتاج حاجه؟ قال لي مفيش والله، انا سايب البيت وعمال الف وما فطرتش من الصبح ولا اكلت، وحتى عايز ارجع البيت معيش فلوس الا انا اركب حتى. طبعا هنا الشاب قدامك حاجة و30 سنة. اه دماغي بقى جت في ايه، وكل ده والولا واقف في لحظة. اه ده بقى ايه، عيل من بتوع اليوتيوب، وموقف رجولة وموقف في جدعانة قلت له ما فطرتش؟ قال لا. قلت له لا عينيا يابا، تعالى يابا احلى فطار. خدته، رحت جبت له سندوتشات وقعدنا وشربته شاي، كله تمام. ايه يابا رايح فين؟ قال لي رايح المنصورة. طب امسك يابا، خد الفلوس ديت وخليها معاك وروح بيها وبتاع. خلاص بقى وبتاع، وانت بقى محتاج حاجة؟ وقال لي لا يابا تمام والله. ومشي. ومشي. سبته ماشي شوية. المهم ايه، بقول لك يا كابتن، فنادى عليه بقى. قلت له هو مش انت اللي بتعمله فيديوهات ويوتيوب والكلام ده؟ ومفروض واحد يجي يخش عليا دلوقتي يقول لي لا ده احنا كنا بنشوفك هتعمل ايه. لقيت الشاب واقف مستغرب كده بالكلام، بيقول لي حضرتك بتقول إيه يا استاذ؟ بقول يا ابني هو مش ده حوار انتوا عاملينه عليا على الصبح قال لي حوار ايه؟ لا والله انا ظروفي زي ما قلت لك. رد فعل مني، قلت له انت فطرت يابا؟ انت فطرت مية مية؟ كله تمام؟ مرضية ومعاك فلوس المواصلات؟ روح يابا الله يصلح حالك، روح. روح يابا، روح يابا الله يحن عليك ويرزقك. استفتاح عسل. اترقعنا في 200 جنيه على الصبح. لا وكمان هروح الشغل متأخر. يلا اللي عند ربنا ما بيروحش. انا جدع واستاهل.